مساء الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين. ميري كريسماس. السنة دي تكون حلوة عليكم كلكم يا رب، واللي نفسه في حاجة تتحقق ان شاء الله. تعالوا نشوف، عملنا اكل نباتي واكل فطاري، للي صايم ياكل صيامي واللي فاطر ياكل فطاري. اول حاجة كده معايا زي ما شايفة كده كمية توم، عشان عندي كيلو من السمك. ادي كده عملت التوم وليمونة، واحط البهارات بتاعتي، نص ملعقة من كل البهارات، قرفة، فلفل اسود، كزبرة وكمون. وانا حطيت ماجي، وممكن تحطي ملح اللي انتي تحبيه. فهقلبها كده، وانا غسلت السمك وخليته يصفى. اجيبه كده في بولة وهحطه في التلاجة. لما اكون عايزة احمره هطلعه عشان ياخد من التتبيلة ويطلع حلو، ما يكونش زفر. طبعا مش هقعد ساكتة. ادي كده ظبطت السمك بتاعي وهغطيه واحطه في التلاجة. معايا كده كوبايتين رز، هجيبهم هغسلهم، بس حبيت اوريكم. هغسلها وبعد كده هنقعها، لاني عايزه اعمل برياني. انا عملته معاكم كذا مره زي ما شايفه كده، نقحته وخليته. بعد كده معايا حمص، انا ده جاهز مسلوق وجاهز. معايا طحينه، معايا نص ليمونه، فص توم، هحطه في الكبه كده زي ما شايفه معايا. هدي فرمه، وبعد كده احط الليمون، واحط الطحينه بتاعتي، واحط برضو هزود ميه عشان يبقى حلو الحمص بتاعنا عشان يمشي في الكبه. هزود ميه حته حته، ما زوديش الكميه كلها. انا يعني بحط كده، مش عندي مقدار معين. فاقعد اعمل كده لغايه لما اظبط الملح واظبط كل حاجه زي ما كده شايفة ازاي. هحطه في طبق، وبعدين هحطه في التلاجة، هغطيه بالسلوفان واحطه في التلاجة، ولما يجي وقت التقديم هقدم. ادي كده هنعمل البرياني. ادي عندي وok، حطيت فيها شوية زيت، بصلة قطعتها فرنشات زي ما شايفة، خليها تدبل كده شوية، واحط البهارات بتاعتي بتاعت البرياني، اللي هي الفلفل والكمون وورق اللوري ويعود من القرفة. احمرها كده لغاية لما تدينا اللون الجولدن الحلو ده. بعد كده اجيب الفراخ بتاعتي، اقلبها كويس تغير لون الفراخ بتاعتي. بعد كده احط توم وجنزبيل، ملعقة كبيرة او ملعقة ونص. لا، هي مش عشان مش كبيرة خالص الملعقة، فحطيت ملعقة ونص. اقلبها كويس لغاية لما اشم التوم والجنزبيل. بعد كده احط البهارات البودرة، اللي هي كركم وشطة حمراء وكزبرة ملعقة كبيرة، واقلبها. وبعد كده احط الزبادي، احط ملعقتين كبار من الزبادي، واقلبه كويس واخليه شويه كده، ده كله على نار عاليه. بعد ما اخليه كده شويه، بعد كده هجيب، انا كنت مقطع الطماطم بعد بس يغير يعني الزبادي يدوب مع الفراخ. اجيب الطماطم احطها، وبعد كده اقلبها كويس. وهنا ظبط الملح بتاعك، شوفي لو عايز ملح زياده حطي، واغطي عليه واوطي النار بتاعتي. طبعا مش هقعد ساكتة، لازم ندلع نفسنا شوية. فادي معايا كده اسود، بتنجان قصدي، فقطعته زي ما شايفة بعد ما غسلته، وهحط ملح واحط عليه مية واسيبه عشان ياخد من الملح شوية. هغطيه، ولما اجي احمر بعدين هحمر. ادي كده نرجع للبرياني بتاعنا. ادي كده انا حسيت الفراخ هيبتدي ايه، الصوص ده انا مش عايزاه كتير، فهشيل الفراخ واحدة واحدة بالقباضة بتاعت الشية، هحطه في طبق. وبعد كده هخلي الصوص ينشف شوية، والبرياني بيكون يعني ما بيكونش فيه الصوص ده كتير. فاقعد اقلب كده على نار عالية لغاية لما زي ما شايفة كده كده خلاص انا مش ده كفاية جدا. بعد كده ادي مية، هغلي المية. بعد كده احط هخليها لغاية لما تغلي. هنا دي الدقة بتاعت البتنجان بتاعنا، انا بعملها بتوم وليمون، وبحط كمون وكزبرة، وبحط فلفل اسود، واقلب وملح، واظبط الملح بتاعي، واخليها كده على جنب لغاية لما بعدين احمر الاسود بتاعي. هو سخن انا بحط فيها، فبيكون بياخد من طعم التوم بتاعنا. ادي كده حطيت هنا 3 ورق لوري، وحطيت كمون وقرنفل، وبرضو في البرياني حطيت قرنفل. خليها تاخد وتدي كده مع بعض. شايفة كده صفيت الرز بتاعي وحطيت. ادي كده طاب، انا بقعد ادوب واحدة واحدة بالرز عشان ايه ما يدوبش كده معانا. فحطيت طبقة من تحت، واكتر حاجة حطي طبقة من تحت من الرز. بعد كده حطي الفراخ بتاعك، وتحطي طبقة تاني برضو
بعد كده حطي اللون بتاعك اللي هو اصفر، انا بستعمل اصفر وده صحي يا جماعه. ما عنديش نعناع فريش، فحطيت نعناع جاف. حطيت كده زي ما شايفه الليمون، وغطيت لمده 5 دقائق على نار هاديه خالص. ده دقيق حطيت فيه ملح وكمون وكزبره وفلفل ابيض، وقلبته كويس. وحجيب السمك وحجيب ادي كده البرياني بتاعي، هقلبه كده جاهز معايا. هقلبه كده، وبعد كده هجيب طاسة وهحط فيها زيت او وok، وهحمر السمك بتاعي. ادي كده اضغطي كويس في الدقيق ونفضيها، مش هيحصل حاجة يعني، عشان ايه الكفر ما يجحش منينا. زي ما شايفة كده انا عملت ده سمك بلطي فليه. فبعد ما الزيت سخن حطيت زي ما شايفة كده معايا لغاية لما ياخد اللون الذهبي الشايفات الجميل الحلو ده. بصراحة السفرة كانت روعة، يا ريت لو كنتوا معانا. هخلص الكمية كلها كده زي ما شايفة. طبعا جبت طبق وفيه ورق مناديل، فهطلع السمك. وبعد كده هحمر البتنجان بتاعي، بس انا صورت بس الحتة دي ان انا اوريكم ان انا بحمر في البتنجان. ادي خلصته كل السفرة دي زي ما شايفة. عملت ايوه معايا ادي كده السفرة بتاعتي زي ما شايفة. عملت برضو شيبس وقطعت كده سلطة. وده الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب.